علمنا به في وقته، وما اعتقدش انه في حاجه تانية في محيط النهضه يا عمرو. يعني يعتبر بالضبط، يعني هذا يعني اخر ما كنا نتوقعه، وربما ايضا فاق التوقعات. بالنسبه لنقطه السلاح التي تحدثت عنها الان، فكل من خرجوا كانوا لا يحملون اي اسلحه. ربما بتفتيش المبنى نعم. الخاص نعم، بكليه لأنه هندسه بعد كده يتم العثور على شيء. نعم بالفعل، لو منذ ساعات قليلة رصدنا طلقات نيران تخرج من داخل المبنى، بالفعل رأيناها وسمعناها. فإذا هناك أسلحة كانت موجودة بالداخل أو ما زالت موجودة، ومن كان يستخدمها قد خرج دون حملها. بالطبع يعني هناك بعض التفصيلات التي لا نستطيع التعرف عليها، نظرا أكيد. لأنه يعني هناك نقط معينة لا نستطيع تعديها ولا نستطيع طيب، أرجو أن تبلغنا ذلك في حينه يا عمرو. شكرا جزيلا لك عمرو عبد العزيز، مراسلنا في محيط ميدان النهضة. بعود لحضرتك سيادة المستشار، وليس رجما بالغيب إن أنا أسأل حضرتك نتيجة انتخابات الرئاسة في 2012 انتهت بأن حكم الرئيس السابق محمد مرسي مصر لمدة عام، والبعض يرى أنه في استكمال سيناريو بقائه 3 سنوات أخرى ربما كان من المستحيل خلوا انهاء يعني حكم لمصر حتى بالصندوق. يعني ربما البعض يتصور ذلك، ويعني له الحق في ان يعبر عن وجهة نظره. اذا افترضنا يعني صحة هذه النظرية، فهل من فائدة ان تخوض مصر هذه التجربة الآن وليس قبل عام مضى، وليس بعد 3 أعوام قادمة؟ لا، يعني خليني اقول لك حاجه، رب ضاره تدافع. نعم. بمعنى يعني وليس بالامكان افضل مما كان. نعم. يعني احنا بنتكلم النهارده، لكن الحديث عن امس ده حديث هيطول، يعني ولا تكفيه حلقات ايام. لكن مصر النهارده في موقف لا تحسد عليه، وهذا الموقف رغم انها لا تحسد عليه لكنه افضل مما كان سيحدث. نعم. يعني النهارده احنا بنخلص من مرسي وجماعته، وكان الشعب لو درست الموقف ايام الانتخابات البرلمانيه، ايام ما قدروا يقنعوا النخبه السياسيه تبقى في جبهتهم، يبقوا في يعني كل القيادات السياسيه كانت في معيه الاخوان المسلمين الا قليلا، واشرف ان انا كرئيس لحزب في هذا التوقيت وكتيار الاستقلال ومعظم الاحزاب المنضمه ليه وقوى سياسيه اخرى وثوريه لم تنضم الى الاخوان، لكن قدروا يقنعوا عدد كبير من النخبه ويضموهم ويتوجهوا بيهم ناحيه المجهول. ما هو المجهول؟ ان هم اقنعوا الشعب المصري ان هم افضل المتاح، والشعب المصري شعب طيب، والشعب المصري شعب متدين بالفطره، والشعب المصري اي امر يتعلق بالدين ايا كان المواطن مسلم او مسيحي فهو اكثر تعاطفا معه واكثر ارتياحا له. وبالتالي لم يجد الاخوان المسلمين صعوبه في تمرير السم في العسل، يعني في تمرير مخططاتهم بهذا يعني القناع المزيف. انا اشرف ان انا ايضا رئيس شبان المسلمين العالميه التي هي اسبق من جماعه الاخوان المسلمين، التي انشئت عام 27، وكان حسن البنا الزعيم الذي كان ينادي بامور عكس التي ينادون بها الان، كان احد اعضاء الشبان المسلمين وتم فصله من الشبان المسلمين عام 28، فاسس جماعه الاخوان المسلمين. عايز اقول لك مختلفين تماما عن منهج الاسلام، مختلفين تماما عن اي امر يتعلق بالتسامح والتعاون والود والتراحم اللي بيدعو ليه الاسلام، والوسطيه. دي بقى الامور اللي بتشوفها في الشبان المسلمين النهارده، اللي هم عاديين، الناس اللي زي حضرتك وزي كل مصري بيدافع عن بلده النهارده. الدين ما بيجعلش بينه وبين شقيقه المصري الاخر اي يعني فرق. احنا عايزين نربط برضو الكلام ده سياده المستشار ربما بالاحداث اللي بتحدث على ارض مصر، يعني وخاصه الاحداث الاخيره. يعني كيف تقرا مثلا حرق الكنائس؟ اقول لحضرتك يعني هل هذا الامر هو يعني سامحني ربما يعني اكون بكرر السؤال مع حضرتك بعد ضيوف كرام سابقين، هل هذا الامر رد فعل غاضب يحرق كل شيء من بين هذه الاشياء بالمصادفه جاءت الكنائس، ام انه يحتمل انه يكون في اختيار لهذا المبنى حتى يكون من ورائه يعني جلب لتدخل اجنبي في المعادله السياسيه المصريه؟ خليني اقول لحضرتك الناس دي ما بتعملش حاجه عشان يعني رد فعل والناس طيبين وتلقائيين، لا، الكلام ده يعني انا اسف عاري تماما عن الصحه، وكلام هيروج لبعض الذين قد يؤيدوا الاخوان المسلمين. وللاسف الشديد هناك من بيننا من يتلاعب بين هذا وذاك. اذا ما استمر الاخوان المسلمين في الحكم ده مستحيل، ده على جثث المصريين، لان مش ما فيش موت للمصريين اكتر من ان الاخوان يحكموا، اقوى من التتار. وبالتالي
مثل هؤلاء هم الذين روجونا لفكره ان لو ما كانش اتعمل فيهم كده اتعمل فيهم ايه؟ ده فض سلمي بمعرفه اجهزه الامن المعنيه، السلطه العامه. لو انا مش معترف باجهزه السلطه العامه مش شوف لي دوله بقى غير دي. الله، انت مصري وبتحمل الجنسيه المصريه، بقى 90 مليون يلتزموا ويعترفوا ان هناك ثوره في 30 يونيو واننا يجب ان نمتثل لراي الشعب، ما عدا قله لا تتعدى 300,000. ومش كده، ال 300,000 يتعدوا المافيا في ارهابهم لالمانيا وايطاليا، ويتعدوا الحركات الصهيونيه والماسونيه العالميه، ويتعدوا كل الجماعات الارهابيه في العالم. ده انا يعني في ناس ما كانتش تعرف ان تنظيم القاعده منبثق عن جماعه الاخوان المسلمين، في ناس ما كانتش تعرف ان الجماعات الاسلاميه المتطرفه وليست الجماعات الاسلاميه المعتدله التي نشيد بها، ان الجماعات المتطرفه دي منبثقه عن الاخوان المسلمين. في ناس كتير ما تعرفش ان جماعه التكفير والهجره اللي كانت بتقتل المشايخ ورجال الفكر والعلم من الاخوان المسلمين. لابد ان احنا نبقى صرحاء مع انفسنا، هؤلاء لديهم خطه ممنهجه وليس بالمصادفه. يعني انا كنت مدرك انه في حاله فك الاعتصامات او فضها سوف يلي ذلك وسوف يعقب ذلك عمليات اجراميه وارهابيه وكان بيخطط لها. وعشان كده احنا كنا لما عقدنا اجتماع اول امس مؤتمر وحضرت فيه معظم القوى السياسيه والثوريه مع تيار الاستقلال، اعطينا مهله ان احنا نعلم ان هناك تخطيط يدار. حددنا مهله ليوم الخميس صباحا اللي هو بكره، والا احنا بندعو شعب مصر كله لانقاذ مصر، ان مصر هتقع مش هتتحمل هذا التخطيط. بيرتبوا في اسوان اول ما يجوا ناحيه الاعتصام بس يحاصروه كده، اضرب الكنيسه الفلانيه، اضرب المحافظه ولع فيها. وانت اللي في الفيوم اول ما يحاولوا يقربوا من النهضه خش على الجامعه وخش على الجامع واعمل يعني عمليات نوع من الارهاب الممنهج. طيب انا عايز ارجع لجزء يمكن حضرتك لسه قايله حالا ويمكن يكون مرتبط دايما بفلسفه اي نظام او بالعقيده اللي بتحكم اي تنظيم او اي مؤسسه في سعيها لاي هدف وعملها اللي هي بتقوم بيه. بمعنى انه هل يمكن اعتبار انه ازمه جماعه الاخوان المسلمين في مصر الان انه كان يعني فكرها وفلسفتها مبنيه على فكره الوصول للسلطه واختصرت كل اهداف الدين؟ يعني ما احنا بنتكلم دلوقتي دين وسياسه لسه. هل اختصرت كل سعي الدين في الوصول للسلطه من منطلق انه اذا صحت الافكار السياسيه بانه كيف يمكن اصلاح حال المجتمع، هل من القمه ام من سفح الهرم، هل من جموع المواطنين ام من من يمتلك القرار والسلطه في البلد؟ فاذا كان في فكرهم انه الوصول للسلطه هو ما يتيح لهم من وجهه نظرهم طبعا شيء من التغيير السياسي، فهل تصح انه تكون الفكره اللي اودت الى ما انتهت اليه جماعه الاخوان المسلمين ومصر للاسف معها ان هم اختصروا الدين في فكره الوصول لكرسي السلطه؟ لا يعني هو ما اختصروش الدين، يا ريتهم اختصروا الدين، يا ريت نيتهم الدين. يعني عشان برضو ما نقفزش على، لان حضرتك ذكرت يعني هم لهم رصيد سيء جدا اخرى او تنظيمات دوليه اخرى. يعني بالظبط، يعني احنا امام جماعه ارهابيه منظمه لديها من الفكر ما يجعلها تصل الى السلطه. يعني لابد ان انت سيادتك تقدر قدر خطوره هذه الجماعه. مش جماعه دينيه زي الدعوه الى المعروف والنهي عن المنكر او الجماعات الخيريه. طب في جماعات كتير، طب ما هو ما اكثر الجماعات الخيريه التي تدعو الى الدين والتدين والعقيده السنه المحمديه وغيرها في مصر أكتر. المثلى. ولكن انا النهارده بتكلم على حرب انا بشنها عشان احقق غرض. العبره بالغرض اللي انا عايزه. هؤلاء الناس لديهم فكره يعني تصادميه مع العالم، وهي ان يحكموا من اجل الحكم، يعني مش من اجل الدين. او لو هم من اجل الدين ما كانش ما كانش هيتبع الطريق الدموي اللي هو اتبعه، مش النهارده بس، ده هو متبعه من يوم موقعة الجمل اللي اتهم فيها ناس ظلم، هو اتبعه من يوم ما قتل الثوار واعتقلهم، هو اتبعه من يوم ما قتل يعني خيرة شباب مصر امام قصر الاتحادية. هو عمل اكتر من كده بكتير لما اعتقل برضو عدد كبير من شباب الثورة. في امور كتيرة كان يجب للمواطن العادي ان هو يسترشد بها على طريقة وخطة عمل الاخوان المسلمين للاستحكام والاستبداد بالسلطة. يعني كان الامر لا يتوقف عند حد ان يحكمه، يا ريت على حد ان يحكمه. كان خلصوا الثلاث سنين اللي هيبقوا اسوأ 3 سنين في تاريخ مصر وكنا انتهينا على كده. لكن ما يعقب هذه السنوات هو انتهاء كل
الوسائل والاركان الخاصه بالدوله المدنيه المصريه. يعني انت ما كانش هيبقى عندك دوله مصريه. هؤلاء الناس كانوا فتحوا الحدود مع حماس ودخلوا حماس، والنهارده مقبوض على الناس من حماس داخل هذه التجمعات. هؤلاء دخلوا ناس ليك في اعالي النيل وسموا سد النهضه، اللي هو بقى كل حاجه اسمها نهضه فيها شؤم على مصر وبال. ما اعرفش هي مصادفه ولا ايه، ايا كان. يعني انا عايز اقول لك احنا اتدخلنا في الموضوع ده كتيار الاستقلال، وقعدنا مع السفير الاثيوبي، فوجئنا بيه بيقول انتوا مالكم انتوا؟ انا مع رئيس الجمهوريه، احنا على وفاق. كانت صدمه لينا، ما توقعناش ان رئيس الجمهوريه، عشان كده احنا قدمنا بلاغ في عز جبروته نتهمه فيه بالخيانه العظمى لمصر، لان ميه النيل هي اغلى ما نملك كمصريين. وبالتالي الامور لها شواهد، الشواهد كثيره. الاخوان المسلمين حينما حاولوا ان يصدروا هذه الثوره للدول اللي بتحب مصر زي الامارات العربيه، ويتعمدوا الامارات العربيه بالتحديد، كانت دي رساله خطيره عشان ما يبقاش في حد ملتصق بمصر وبيحب الشعب المصري لذاته. الاخوان المسلمين حينما ارادوا ان يفعلوا نوع يعني نوع من صناعه الازمات مع عدد من الدول الصديقه لمصر، لما حاولوا ان يلجأوا الى صندوق النقد الدولي عشان تيجي قطر في النهايه تستولى على مقدرات مصر وتأجر قناه السويس وتفكر تأجر الاهرامات. يعني انت تعرضت لاكبر مصيبه في تاريخ مصر، وربنا سلم مصر منها النهارده. انا عايز بس افكرك ان اليوم ده ما هوش يوم عادي في تاريخ مصر. اليوم ده اللي بنعاني منه واللي فرض فيه حظر التجول. احنا اول ما ندى بفرض حظر التجول النهارده الصبح الساعه 11 في مؤتمر، احنا المؤتمر عملناه في عز ضرب النار النهارده في شارع رمسيس. ليه؟ احنا مدركين خطوره ما تتعرض له مصر. لو ما خرجناش النهارده وخفنا زي الناس الطبيعيين قبل ما ينفعش. ديت، لانه احنا برضو محتاجين ان احنا نذكر الساده المشاهدين بانه النهارده اصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور وبعد يعني موافقه مجلس الوزراء قرار باعلان حاله طوارئ في جميع انحاء الجمهوريه لمده شهر اعتبارا من 4 من عصر اليوم. طبعا في خبر اخر اصدر ايضا دكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قرار بإعلان حظر تجوال في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية لمدة إعلان حالة طوارئ، ولكن من الساعة 7 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي، باستثناء طبعا النهاردة اللي هتبتدي فيه عملية حظر التجوال من الساعة 9 مساء. طبعا حالة حظر التجول مفروضة لحين إشعار آخر، ويعاقب بالسجن كل من يخالف تلك الأوامر، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. قبل ده كنت عايز أسأل حضرتك تاني، وحضرتك ربما بتتحدث عن بيع مقدرات مصر أو تأجير مقدرات مصر لدول أخرى ربما يعني بشكل يتنافى مع كل تاريخ مصر. ماذا يمكن أن نقول يعني محاولة ل إن احنا نبني في المستقبل على يعني حالة أكثر هدوءا؟ هناك من هم يعني لسه على حالة من حالات إنجاز التعبير التذبذب ما بين فكرة استكمال خارطة الطريق في مصر وما بين فكرة دعم يعني ما يمكن يعني وصفه بالرئيس السابق محمد مرسي، وده ممكن يكون مصدر أكيد الشكوى أو المشكلة أو الأزمة الرئيسية في مصر الآن. فإيه اللي ممكن نقوله لهم علشان حتى يعني تبتدي الأمور تهدأ في مصر وتتجه نحو يعني سير الحياة بقى بشكل طبيعي؟ مش هنفضل في الحالة ديت شهر، عايزين قبل الشهر حتى نكون انتهينا منه. لا أنا عايز أقول بس نقطة يعني برضو مرتبطة بكل الأحداث اللي احنا عايشين فيها. الأول لازم الناس تبقى مقتنعة ليه اللي بيحصل ده النهارده. الناس بالبديهي وبفطرة المصريين فهموا الجماعة دي قد إيه جماعة عنيفة، وقد إيه جماعة لا يمكن التعايش معها. يعني أنا ضد من يحاول يقول لهم عودوا إلى رشدكم وارجعوا إخواتنا وأنتوا قرايبنا. الكلام ده كلام يعني خلينا نقول من أجرم في حق هذا البلد ومن أهدر دما لا يمكن إعفاؤه ولا إبراؤه منه. طبعا الرموز والقيادات الخاصة بالإخوان المسلمين أنا بطالب باتخاذ أقصى أنواع العقوبات ضدهم. لابد ان هم يكونوا يعني رادع لكل من تسول له نفسه ان هو يعمل كده قدام. احنا امام هيبه دوله. لما كنا من اول امبارح بنصرخ وبنناشد وبنقول يا حكومه فض الاعتصامات دي بسرعه لانها خطر على مصر والا الشعب هينزل يوم الجمعه، بنقول كده من حرقتنا وشعورنا بمدى الخوف على هيبه الدوله.
هيبه الدوله وسيرتها هي دي سبب وجود نظام، سبب وجود ان الناس تخرج في امان، ان الناس تتعامل وتوفر لها المقومات الاساسيه. كدوله مفهومها اوسع بكتير ان احنا نتكلم فيه دلوقتي، لكن الدوله دي كانت معرضه للسقوط والانهيار اذا استمرت هذه البؤر الصغيره جدا تتشعب وتكبر وتتسقوى بقطر وتتسقوى بتركيا. انا يكفيني ان انا وانا في هذا الحوار ان انا انبه ان الشعب المصري في فطنته ما اتخدعش بالمسلسلات التركيه ولا بالثقافه التركيه اللي وافده علينا، دي داخله علينا زي ما يكون في كده عارف الخطه الممنهجه اخرى. يعني احنا في اطار محاوله لدمج مصر في عده دويلات، يعني محاوله لاعتبار مصر العريقه الكبيره دي اللي ما حدش يقدر ينشئ تاريخ زيها يعتبروها جزء من ولايه او ولايه تابعه لتركيا. يعني مش هذا الاستعمار القديم التاريخ ده او يأجره او يعني يعني هذا الاستعمار اللي عفى عليه الزمن، اللي اصبحت تركيا اقل قوه من مصر واقل تماسكا من مصر واقل عراقه من مصر. ما ينفعش تحط النهارده راسها براس زعيمه وتجمع الاخوان وتحتضنهم وبعدين تدي تعليماتها للحكومه المصريه الشريفه اللي خرجت من ثوره وتقول لها رجعي مرسي. الكلام ده احنا عشان كده احنا سعداء باننا بنتخذ اجراءات شديده ضد المسؤولين الاتراك، ويجب قطع العلاقات مع هذه الدوله انها لم تعد صديقه. احنا ايه اللي يقدرنا ان احنا نقطع علاقات مع دوله بتضر مصر بالفعل؟ يعني لما اسمع ان العربيات القطريه الدبلوماسيه بتشيل مجرمين ارتكبوا جرائم من ابشع ما يمكن وصفها، جرائم سحل وتعذيب داخل رابعه، وبعدين خرجتهم عربيات دبلوماسيه قطريه نقلتهم الى اماكن اخرى. انت عايز ايه اكتر من انك تشوف عدوك قدام عينيك وتسكت عليه؟ ده الخطر بعينه. الصمت على الظلم ده يعني من اصعب واشرس المواقف اللي ممكن تعرض البلد لمتاعب كثيره. عشان كده احنا النهارده مصر خرجت النهارده بس من الصومعه السيئه اللي كانت محطوطه فيها في اطار ضغط خارجي، زيارات متعاقبه من اشتون وما اعرفش الحاج مين جاي لنا من الكونجو. تخيل واحد معتوه كان محجوز في سجن في فيتنام اللي هو جون ماكين اللي الشعب الامريكي اسقطه، يجي يقول لك اصل دي مش ثوره، اصل دي انقلاب، وبعدين تقول له بتقول كده ليه؟ يقول لك عشان مش عايزين يقعدوا مع مرسي وتحول. الله، وانت جاي بتتكلم؟ انت عينت محامي لهذه الجماعه واختاروا واحد معتوه عشان كلامه ما يسالش عنه. تخيل في اعضاء من الكونجرس جايين مصر قريب وهم اللي اختارونا بحاله هذا الرجل اللي كان محجوز من 67 ل 73 في سجن في فيتنام واصيب بامراض نفسيه وعولج فيها. تخيل هو ده اللي جاي يقيم مصر وهيقيم شعب مصر ويقول لشعب مصر يعمل كده. احنا خرجنا خلاص من عبايه التبعيه دي. مصر كبرت، مصر عادت الى تاريخها العريق. من يستطيع او من يريد ان يتعامل مع مصر فليتعامل بالنديه وبمبدا المعامله بالمثل. اما معامله التبعيه لن تخضع مصر للتبعيه. السفاره الروسيه هنا مدت ايديها للمصريين، وفي هناك اتصالات جاريه لكي تكون هناك علاقات استراتيجيه بين مصر وروسيا. مصر مش هتظل في الصومعه اللي كان فيها اثناء النظام السابق والاسبق منهم، لان مصر خرجت ولن تعود الى قفص التبعيه مره اخرى. ولذلك اللي احنا فيه النهارده بيؤكد ان الشعب المصري انتصر اليوم لارادته. انا كانت سعادتي يعني فعلا كبيره حينما وجدت ان الشارع المصري خرج يوم 26 يوليو عشان يعطي تفويض ويمنح تفويض للجيش المصري والشرطه الوطنيه في فض هذه الاعتصامات ومواجهه الارهاب. ان هذه الاعتصامات لو كانت سلميه كنا كلنا هنأيدها وما كناش ابدا كدعاة للديمقراطيه وكرؤساء قوى سياسيه هنسمح بمهاجمه هذه الاعتصامات. لكن هذه الاعتصامات ثبت ثبوت اليقين اليوم. وانا يعني بماذا تفسر او بماذا تعلق على قرار دكتور محمد البرادعي بالاستقاله والخروج من المشهد السياسي في ضوء فض الاعتصامات؟ والله انت قلت كلمه حلوه، هو الخروج من المشهد السياسي. مش عايز الحق. انا كنت واخد عهد على نفسي وكل رؤساء الاحزاب جميعهم بقول لهم اوعوا شق الصف. أيوة. عشان في قوه بتتربص بينا بره، حطلنا فتيل كده، يعني عارف اللغم، يتشد الفتيل من اللغم ينفجر في وش المصريين. لكن انا عايز اقول للبرادعي وامثاله بقى ما عادش فيه لغم ينفجر في وش الشعب المصري اكتر من اللي حصل النهارده. لا انت يا برادعي تم انتخابك عشان تستقيل، ده انت تم تعيينك بالواسطه يا برادعي. هو انت يا برادعي فاكر مصر زي العراق عشان تسلمنا للامريكان؟ وبعدين هو الشعب المصري الناس فاهمه ان الشعب المصري ما بيفكرش، او عشان لقمه العيش ولخمتنا وحاله الكساد اللي احنا فيها فهنستسلم ومش هنفكر. الشعب المصري بيفكر وفاهم قوي ان انت يا برادعي اللي سلمت العراق لامريكا،
وفاهم قوي ان امريكا مستقتله عشان كنت تبقى رئيس جمهوريه، لكن الشعب المصري ما كانش هيسمح لك. الشعب المصري عارف تاريخك وعارف سلوكك، وبالتالي لم يكن من المقبول ان البرادعي يبقى نائب رئيس جمهوريه. لكن واضح ان هناك توازنات ادت الى هذه الاختيارات اللي جاءت في غير جانب الصحه، او لم تتفق مع اراده المصريين. اراده المصريين كانت مع ناس ثوريين، مع ناس وطنيين، مع ناس سياسيين ذو خبره. انما ده البرادعي ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض. يعني انا عايز اقول بس، هو البرادعي ده جه عشان يعمل الموقف ده. يعني افتكر كده كلامي ده وانا مسؤول عنه. البرادعي جاء الى مصر بعد ان انهى على العراق، وجاء الى هذه البلاد المستقره الامنه لكي يبث فيها سمومه. للاسف الشديد هذه السموم الشعب المصري لم يستنشقها جيدا كما كان يريد البرادعي والذين دفعوا بالبرادعي. ولذلك انا اثق فان كل القوى السياسيه سوف تتبرأ من هذا البرادعي. اثق تماما ان كل القوى السياسيه لن تتاثر بموقف البرادعي. يعني اذا كان البعض عايز يتاجر بالموقف وعايز يكبر، مين البرادعي؟ ده البرادعي جاي متعين، زقوه حطوه نائب رئيس. ده كان عايزينه يجيبوا رئيس جمهوريه، جت نفس التيارات المؤيده للاخوان اعترضت، قالت عشان احنا عارفين، قالوا شوفوه في صلاه العيد. طيب فاحنا هنا امام احنا امام موقف يعني لابد ان احنا نبقى فاهمينه. يأثر البرادعي لو كان هناك انتخاب قد تم له، يأثر البرادعي لو كان قد اختير برضا الشعب المصري. لكن ده انا عايز اقول لك، انا ببذل جهد بقالي شهر وشويه ما بنامش عشان ما حدش يطلع يقول الكلمتين اللي انا قلتهم دلوقتي. لكن احنا بنقولهم دلوقتي عشان احقاقا للحق بقى. يعني اخفاء هذه المعلومات الان اصبحت جريمه في حق مصر. انا بقول ان النهارده واحنا مجتمعين من دقائق قبل ما اجي لك، الزملاء معانا في تيار الاستقلال قرروا ان هم يتقدموا ببلاغات ودعاوى رسميه ضد البرادعي، لان هو ثبوت اليقين باختيار هذا التوقيت انه بيرتكب جريمه خيانه عظمى للبلاد. طيب خلينا نعرف راي تاني ربما يتفق مع حضرتك وربما يختلف. معنا الاستاذه مارجريت عازر، الامين العام لحزب المصريين الاحرار. مساء الخير يا استاذه مارجريت. مساء النور عليكم جميعا ولحضرتك ولضيوفك في الاستوديو. مساء النور يا فندم. ويا ترى راي حضرتك ايه في استقاله الدكتور محمد البرادعي؟ في الحقيقه يعني اخذلت كل القوى المدنيه. الدكتور البرادعي كانت باستقالته دي اولا ما كانتش في وقت مناسب. هو من حقه ان هو يستقيل زي ما هو عايز، لكن من حقنا عليه ان هو يراعي التوقيت اللي ما يمزقش فيه الوحدة المصرية ويطمس كل جبهة الإنقاذ وتاريخ جبهة الإنقاذ ونضال جبهة الإنقاذ بهذا القرار المشين اللي أعتقد أنه كان إرضاء للأمريكان أكثر بكثير من احترامه للشارع المصري اللي خرج بيؤيد الجيش والشرطة في ان هم يضربوا بيد من الحديد على كل الارهابيين. وهل البرادعي النهارده يرتضي لمصر ان تأوي جماعه ارهابيه او فصيل ارهابي بهذا الشكل يريد تفتيت وحده مصر؟ هو يعني انا طبعا مش في محل للدفاع عن الدكتور محمد البرادعي، لكن انا عايز اقول لحضرتك انه جزء من يعني بيان الدكتور محمد البرادعي بيتحدث فيه عن انه يعني استقالته جاءت رفضا لاراقه دماء. فهل كان في بديل؟ يعني كان في بديل لإراقة الدماء أو للفض اللي تم النهاردة في حدود يعني ما حدث حتى الآن حوالي 149 حالة وفاة وحوالي 1403 حالة إصابة على مستوى الجمهورية. هل كان في بديل يا أستاذة مارجريت من وجهة نظرك؟ بديل، وإن هو كان شايف بديل ما طرحش ليه، وهو في يعني ما كانش في بديل في مركز أعتقد او في مكانه تمكنه ان هو يقترح البديل. اذا كان يجد ان كان في بديل، لان احنا كفايه بقى مرحله انتقاليه ومصر عانت الكثير من هذا الفصيل في العامين السابقين. اعتقد ان احنا تحملنا الكثير، واذا كان يجد في هذا الفصيل امل انه يقعد على طاوله الحوار ويكون جزء من السياسه المصريه، وهو يستهدف مصر في كل دقيقه ووحده المصريين في كل دقيقه، ما قدمش هو البديل ليه؟ ما هو دلوقتي في دائره صنع القرار. طيب يعني انا طبعا يعني سؤالي دوت مش الهدف منه يعني استفزاز مشاعر البعض، ولكن هل في سياق يعني ما حدث اليوم وطبعا تعرض بعض الكنائس للحرق،
هل تجدي في هذا يعني وسيلة من وسائل جماعة الإخوان المسلمين للضغط بالتدخل الأجنبي في الشأن السياسي المصري، أم رد فعل ربما متطرف دينيا، ربما غاضب مما حدث في مصر نتيجة مثلا مؤازرة الإخوة المسيحيين في مصر لخارطة الطريق؟ شوف، للأسف الشديد كتب على المصريين المسيحيين أنهم دايما يدفعوا ضريبة السياسات الخاطئة. وكتب، اسمحي لي في المقاطعة هنا يا أستاذة مارجريت، وكتب على المصريين جميعا أن هم يكونوا في محل اختبار في قضية الوحدة الوطنية ربما من سنة يعني 1919 يعني ان المسيحيين دفعوا ضريبه اكثر في كل منشاتهم، ولكن للاسف الشديد المره دي مش تطرف طائفي، المره دي استهداف للغرب علشان يبقى ليهم ذريعه انهم يجوا يحموا الاقليات في مصر زي ما اتعمل في العراق، وده مش هيحصل. واحنا كمسيحيين مصريين مسيحيين لن نرضى ابدا باي تدخل اجنبي في شؤوننا. نحن مصريين وطنيين نستطيع الدفاع عن مقدساتنا مع اخواتنا المسلمين المعتذرين اللي احنا عشنا معاهم. والله هو في كتير من الاماكن، وحضرتك تعلم الكلام ده يمكن اكتر مني يا استاذه مارجريت، يعني كتير من الاماكن الكنائس بيتم حمايتها في حاله مرور مسيره مثلا لانصار مرسي، بيتم حمايتها حتى من ابناء المنطقه من المسلمين في كثير من الاماكن. ده الوضع الطبيعي كده. الوضع الطبيعي زي ما سياده المستشار احمد فضالي بيقول. المحافظات اعلم تماما ان المسلمين بيحموا الكنائس اكثر بكثير من المسيحيين، واعلم تماما ان البيوت اللي بتحرق والمحلات اللي بتنهب بيحتموا في بيوت المسلمين. ده انا اعلمه تماما، وانا مش منفصله عن الشارع المصري، وخاصه ان انا عشت حياتي كلها في منطقه انا افخر ان انا منها، هي منطقه شبرا اللي المسيحي والمسلم فيها لا يمكن تستطيع انك تميزهم، لانهم عشان كده انت مصريه يا استاذه مارجريت، عشان انت كده مصريه قوي لانك من شبرا، لانك مصر بطبيعتها. سياده المستشار متحيز لشبرا الظاهر مع حضرتك شويه. طبعا سياده المستشار شخصيه عظيمه جدا وانا بحترمه وهو يعلم ده تماما. ربنا يخليك يا استاذه مارجريت. وشخصيه وطنيه محترمه يعني. ربنا يخليك. انا متاكده ان مصر كلها هتخرج من الكبوه اللي هي فيها، وهتستطيع انها تقوم وتنهض، وان شاء الله نبني مصر كلنا مسيحيين ومسلمين كيان واحد مش جزئين ابدا، ولا عمرنا هنبقى جزئين، لان كل الاحداث ديت لا مش هتاثر ابدا في وحده مصر. وياما كل اعداء مصر حاولوا يفتتوا وحده مصر ما قدروش عليها. نعم. استاذه مارجريت عازر الامين العام لحزب المصريين الاحرار، شكرا جزيلا لحضرتك. ونتحول مشاهدينا الكرام لقراءة هذا البيان الخاص بوزارة الخارجية المصرية، التي أكدت فيه أن الحكومة المصرية الانتقالية حرصت منذ تشكيلها على تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو الماضي بمشاركة كافة القوى السياسية، وحاولت بشتى السبل العمل على فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة بالحوار وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين. أوضح البيان كذلك أنه في ضوء فشل تلك الجهود في تحقيق الهدف المرجو منها لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسؤولياتها وإنفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلي من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن. وأشار إلى أن الحكومة المصرية سعت إلى فض الاعتصامين في رابعة والنهضة بأسلوب سلمي لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن، وهي تعرب عن الأسى والأسف البالغين لوقوع ضحايا اليوم، باعتبار أن الدم المصري غال ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته. أضافت الوزارة أيضا أنها تتابع قلق العالم الخارجي إزاء تطورات الأوضاع الأخيرة في البلاد، فإنها تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول خارجية، وتجاوزت فيها مجرد التعبير عن القلق والأمل في حل المشكلة المحلية الحالية دون إراقة دماء، لتتعدى إلى التدخل الصريح في الشأن الداخلي للبلاد وتبني مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمام بحقائق الأوضاع الجارية. في هذا الإطار تدين وزارة الخارجية بشدة تصريحات رئيس الوزراء. أبناء وطني الأعزاء، كان اليوم يوم عصيب، وأنا رأيت أنه من المناسب أن أتحدث إليكم من